السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. كنت قاعد وعادي بتفرج على فيديوهات الانستجرام، فاتفاجئ بفيديو زي ده سوري من أصحابنا البعدة اللي عايز يلم ريتش على قفا المصريين وعلى حساب المصريات بوجه الخصوص، وبيتكلم عن اختلاف الزواج عندنا وعندهم و إلى آخره. أنا طبعا ما عنديش مشكلة في الجواز، لكن يا اسطى أنت واخد المصرية محتوى ليك. حتى شوفوا وعدوا معاه كام فيديو منزله على المصريات. فيديو 2 3 4 5 6 7 8 9 18 فيديو. كل دي فيديوهات على المصرية والسوري، والسوري يتجوز مصرية والمصرية تتجوز سوري. المصرية مش محتاجة كل ده عشان معروفة، ولكن اللي بتعمله ده اسمه ترويج. انت بتروج لنفسك على حساب المصرية. انت عاوز تلم ريتش وخلاص، وانا شخصيا ما كنتش هعرفك غير بالفيديوهات اللي انت عاملها دي. حتى انتوا روحوا شوفوا الفيديوهات اللي منزلها على المصرية، هتلاقوها جايب مشاهدات ولايكات اكتر من الفيديوهات التانية. يا اسطى عيب اللي انت بتعمله ده. المصرية مش محتاجة تسمع منك ولا من اي حد كلمة حلوة ولا مدح، لان يعني المصرية مستقلة بذاتها. انت عايز تطلع رومانسي وحبوب ولزوز، ماشي، اعمل فيديو 2 3، لكن مش 18. يا اسطى روح شوف لك حياة. وبعدين المصرية لما تختار اللي هترتبط بيه هتختار راجل يعرف يحميها، وانتوا الصراحة لا مؤاخذة هربتوا من بلدكم هروب. واحنا عندنا مثل بيقول الارض عرض وارضي عرضي. انتوا فين بقى؟ وانا مش عايز حد يطلع يدافع ويبرر ويقول لي اصل هم معرفش ايه. يا حبيبي فوق منك ليه؟ احنا في 56 تعرضنا لعدوان ثلاثي، فرنسا وبريطانيا وإسرائيل قصفوا فينا ومحدش منا هرب ولا ساب بلده. بالعكس عملنا وحاربنا وقتلنا. حتى لما رئيس البلد محمد مرسي ظلمنا قمنا بثورة ومشيناه. انتوا بقى ايه عذركم؟ رسالة لأي بنت بتكرهني. هو انتوا صدقتوا في بنت بتكرهني؟ السحنة دي، الوش الحلو ده بيتكره؟ والله مش بيتكره. يخرب بيت جمالك والله. يخرب بيت تقل دم الله، خلينا محترمين. طيب احسن. ايه ده يا نهار ضحك. إيه كلمة لبنات بلد المصريات الواعيات والمثقفات، يا ريت تعرفوا الناس كويس وتشوفوهم على حقيقتهم. يعني هل انتوا ترضوا تتجوزوا ناس بيشتموكم كده؟ كنت طالع مع بنت مصريه، هي صديقتي بقى، وعملت لها حركه فثبت عليا. ما بعرفش عملت ايش، زي انتوا بتسموه عنكم عيب. ما انا بعرفش. ما انا لما سويتها الناس حكوا لي شاب مع زميلي من مصر، قال لي كده إن الحركه عيب. شخرت لها. هل انتوا ترضوا تتجوزوا ناس بالمنظر ده؟ في صفحة نكسة على تويتر صاحبها سوري نجس، بينزل فيديوهات وسخة، فيديوهات ملهاش أي علاقة بالواقع، وبيحشر اسم المصريات فيها زي السكرين دي مثلا. طبعا أنا دريت اسم الصفحة عشان محدش يدخل ويبحث عنها وآخد أنا ذنب، وطبعا مش ده لوحده، لأ، ده لسه في فيديوهات كتير، بس السكرين دي تعتبر محترمة شوية، عشان كده أنا طلعتها. وحتى برضه في الجواز ما ياما شفنا سوريين عملوا مشاكل مع مراتاتهم المصريات. حتى شوفوا. حتى اللي هتتجوز سوري مش هتسلم برضه. باختصار، قصة السيدة منى عبد الوهاب دي ست مصرية متجوزة معارض سوري لنظام الأسد، فالمخابرات السورية قامت خطفها من قلب القاهرة. وتعالوا نشوف القصة دي كمان. اهو ده سوري ابن وسخة سرق تليفون مصرية متجوزة كويتي وقعد يبتزها، بس هي مدتوش اي اهتمام. راح السوري النجس ده اتواصل مع زوجها وبعت له الصور الخاصة بيها على اساس ان هي اللي بعتها له. يعني راح الكويتي ده رجولته نقحت عليه شوية، اما طلقها يعني لا سمعها ولا فهمها. على طول اول ما وصلت له الصور دي اللي هي اصلا خاصة بيها، يعني متصورها في البيت زيها زي اي ست في العالم، راح طلقها ظلم. يعني السوري ده خرب بيت مصرية. يعني انا من الاخر عايز اقول ايه؟ عايز اقول ما تتخدعوش بكام كلمة حلوة سمعتوها من سوري او من اي حد، لانه مش بيحبكم زي ما انتوا فاكرين، هو عاوز يستغلكم. ولو حبك يا بنت بلدي يبقى حب نجس مش طاهر، لانه لو بيحبك فعلا بجد مش هيدخل على الخاص عندك ويقعد يقول في كلام معسول او يعمل فيديو، لا، هيروح يتقدم لك على طول. مش زي السوري المغفل ده اللي داخل يحكها مع مصرية. حسن حظنا احنا كمصريين ان ربنا كرمنا بيكم، لسه في بنات مصريات مثقفات وواعيات. لما اتعمل مقارنة بين المصري والسوري، المصريات كلهم قالوا المصري. وارجع تاني واقول انا مش ضد الجواز اقسم بالله، بس على الاقل نميز، مش نكون عشوائيين.
نروح للموضوع الأهم في الفيديو ده. طبعا كلنا تابعنا هاشتاج طرد السوريين من مصر بسبب أفعالهم. تابعوا السكرينات اللي تثبت كلامي. شفتوا السكرينات طبعا وتابعتوا الفيديو من أوله. طيب السؤال بقى، ايه العلاقة بينهم؟ ليه لما ترند طرد السوريين من مصر ظهر، راحت فيديوهات زي زواج السوريين من المصريات ظهرت وكترت؟ طبعا انا ما اقصدش الزواج اللي هو الزواج يعني، لا، انا اقصد الناس صناع المحتوى السوريين اللي طلعوا يتملقوا للمصريات ويمدحوهم، زي ده وزي ده وزي ده، واغلبهم مش متجوزين المصريات لكن كلامهم مدح وخلاص. طبعا الإجابة معروفة، ولكن صاحب العقل يميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.